حمام المدرسة المهجور اللي موجود في الحديقة الخلفية لمدرستنا مسكون بشبح بنت. البنت دي كانت تلميذة معانا في المدرسة وماتت جوه الحمام وشبحها سكن فيه، والمشكلة اني بسبب تحدي غبي ملوش اي لازمة شفت بنفس الشبح ده وعشت اكتر ليلة مرعبة في حياتي. البنت دي كانت تلميذة معانا، بسبب مقلب سخيف من اصحابها حبسوها جوه الحمام ومشوا وسابوها على اساس ان المدرسين هيحسوا بيها ويفتحوا لها، وكل الموضوع انهم هيخوفوها شوية مش اكتر، ولكن للاسف وبسبب حظها السيء مفيش اي حد حس بيها وكلهم مشوا وسابوها محبوسة جوه الحمام. لما رجعوا تاني يوم وفتحوا الحمام شافوا جثتها اللي كان منظرها مرعب حرفيا، وباين على ملامحها رعب وفزع مش مبررين، زي ما يكون شافت حاجة هي اللي تسببت في موتها. كان حواليها آثار الخلبشة بضوافرها وهي بتستنجد بأي حد علشان خاطر ينقذها. طبعا المنظر ده محدش قدر ينساه، والحمام ده محدش دخله مرة تانية من بعد الحادثة دي. كلنا كنا بنسمع ان شبحها لسه موجود جوه الحمام بيصطاد اي حد علشان ينتقم منه. انا بقى اتفقت مع اصحابي اننا نقوم بتحدي، والجريء فينا هيقعد جوه الحمام لمدة ساعة علشان يشوف شبح البنت ويعرف اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا. طبعا عملنا كده وكنت انا اللي المفروض ابدا، ودخلت الحمام واصحابي قفلوا عليا من بره، وفضلت موجودة في المكان اللي ماتت فيه على اساس اني اشوفها. طبعا ما اقدرش اقول لكم الجو كان مرعب قد ايه، وكنت انا خايفة وجسمي كله بيترعش، لحد ما بعد فترة سمعت صوت همس جاي من حواليا، وسمعت كمان أصوات خربشة لضوافر كانت في كل مكان، وفي لحظة شفتها قدامي. شكلت في الأول على هيئة خيال لحد ما قدرت أشوفها بمنتهى الوضوح، وعرفت إن هي نفس البنت اللي ماتت. طبعا أول ما شفتها فقدت الوعي وما حسيتش بنفسي غير وكل المدرسين حواليا وكمان أصحابي وهم بيفوقوني. المشكلة بقى إني لما فقت لقيت نفسي بره الحمام، وأصحابي قالوا لي ان هم لقوني مرميه قدام الحمام ده وما يعرفوش طلعت ازاي ولا حتى حصل لي ايه، وقالوا لي كمان ان هم ما سمعوش مني اي حس، ولما قلقوا عليا ورجعوا تاني لقوني مرميه على الارض بالمنظر ده. انا لحد النهارده فضلت اشوف شبح نفس البنت، بس المره دي كنت بشوفها في احلامي وهي بتهددني وبتقولي ان مصير هيجي اليوم وتنتقم مني.